السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله احنا جايبين عربيه شيري تيجون 7. العربيه دي طبعا من العربيات الاس يو في اللي في الوقت الحالي العربيه دي بقت مشهوره جدا وبقت محبوبه لانها بقت اقتصاديه شويه عن التوسان والسبورتاج اللي كانت ب 300,000 ورفعت ل 3 مليون جنيه. فدلوقتي بقت العربيه دي هي الاقرب للجمهور. ليه بقى؟ لان العربيه دي من العربيات الاس يو في وارتفاعها عن الارض 21 سم تقريبا، فبرضه يعتبر من العربيات الاس يو في، وحجمها من جوه واسع جدا لان قاعده العجلات بتاعتها 2.7، فبتديك مساحه كبيره جدا في قاعده الجلوس في الكنبه الخلفيه. والجنوب بتاعتها طبعا 17 بوصه، فالعربيه ما شاء الله فيها مميزات كتيره جدا. العربيه اللي معانا دي هي موديل 2024، والعربيه دي موجوده في معرض اوتو المنير، ومنزل عليها اوفر حلو قوي عن السعر الرسمي بتاعها. العربيه دي نازله من الوكيل ب1,025,000 جنيه. هنا بقى في المعرض عامل عليها اوفر ال 25,000 جنيه دول، ترخص بيهم بقى، تروق على العربيه بيهم، تعمل اللي انت عايزه. هو عامل لك الاوفر ده، فطبعا ده مش هتلاقيه عند اي حد ولا حتى في الوكيل، لان المعارض كلها بتسلم اغلى من الوكيل بحوالي 5000 جنيه. ده كان زمان، لكن دلوقتي بيحطوا بال 50,000 جنيه. النهارده انا وفرت لك العربيه باقل 25,000 جنيه، فدي طبعا مصلحه ليك انت. بالمناسبه بقى كمان ان العربيه اللي معانا دي 2024، فاحنا هنعمل عنها ريفيو كمان. اول حاجه حابب اعرفها لك عن العربيه قبل ما نتكلم عن الديزاين الخارجي من الواجهه الاماميه، ان انا اقول لك عن المواصفات بتاعه الموتور بتاعها. العربيه دي بتنزل بموتور القلب النابض بتاعها بيكون 1500 سي سي تيربو، عشان طبعا يساعدك في العزم مع العربيه الضخمه دي. كمان العربيه بتخرج 145 حصان، كمان بتولد 210 عزم دوران. فالعربيه طبعا الارقام بتاعتها كويسه جدا. وهنشوف دلوقتي بقى التفاصيل الخارجيه للعربيه. اول حاجه طبعا الشيب الخارجي او الديزاين في الواجهه الاماميه بتاعتها، الفانوس اللي شكله هجومي جدا، والعربيه تحس ان هي هجوميه برضو، رغم ان العربيات الصيني ما بتبقاش شكلها حلو، ولكن في السنوات الاخيره بداوا يهتموا بالديزاين بتاعها من الواجهه الاماميه، فبقت كمان بتعلي على العربيات الكوري اللي كنا متعودين عليها. فخلينا نشوف مع بعض كده ونحاول على قدر الامكان ان احنا نشرح كل الاجزاء اللي موجوده في العربيه من الواجهه الاماميه. عندنا طبعا الفانوس اللي جاي بشكل جميل جدا، وفي شكل مثلث من هنا مسحوب معانا، فمدي شكل جميل جدا للعربيه. كمان الاضاءه بتاعته بتكون LED، فدي طبعا هتساعدك في الاضاءه وانت ماشي بالليل، وهتكون الاضاءه بتاعتها كويسه جدا، مش هتحتاج ان انت تعدل انارات والكلام ده. عندنا طبعا هنا تحت شويه كده عندك الفوج لايت اللي جاي بشكل دائري، شكله جميل جدا، وعليه حليه من النيكل كروم هنا جايه بشكل بيضاوي ومسحوبه شويه، مكمله اللمسه الجماليه في العربيه. عندنا برضو هنا في سنسور بارك امامي، طبعا لان العربيه اللي معانا دي هي اعلى فئه. بالمناسبه كمان العربيه بتنزل فئتين اتنين، دي الفئه الاعلى معانا اللي هي فيها سقف بانوراما وفيها بصمه داخليه. هنشوف طبعا الانتيريور وهنتكلم على كل حاجه في وقتها ان شاء الله، او لما نيجي عند الزون بتاعتها. تعال اما نشوف بقى ونكمل باقي الواجهه الاماميه. عندنا هنا برضو في الخط النيكل اللي واصل بين الكشاف اليمين للكشاف اللي في اتجاه الشمال، جاي في اعلى الشبكه بتاعه العربيه، ويتوسطها طبعا علامه شيري اللي موجوده هنا، جايه برضو بالشكل النيكل كروم، ولكن الحليه بتاعتها جايه باللون البيانو بلاك، فده طبعا مديها لمسه جماليه. التطعيمات طبعا السوداء اللي موجوده في العربيه دي، دي بالمناسبه كمان شبكه التهويه، ولكن جايه بالديزاين جميل جدا على شكل ريش صغيره كده متقسمه جنب بعضها، مديه شكل جمالي جدا ومكمله الهجوميه بتاعه العربيه. طبعا العربيه الباقي اللي موجود فيها ما فيهاش تفاصيل كتير زي ما احنا شايفين. برضو عندك هنا فتحات تهويه بسيطه كده زي ما انت شايف، ولكن جايه بديزاين مختلف شويه، جايه بشكل اللي هو مستطيل كده صغير صغير جنب بعضه، شكله برضو حلو. وفي كمان عندك حليه هنا من النيكل كروم برضو حوالين الشبكه الصغيره اللي موجوده تحت دي، عامل زي الشنب كده، فده طبعا مدي شكل جميل جدا. كمان هنا بالنسبه للكبوت بتاع العربيه، في عندك خط جاي من الناحيتين لافف مع الفانوس بتاع العربيه، ومكمل المثلث اللي موجود في وش العربيه هنا زي ما حضرتك شايف كده. بص يعني جاي كده، تحس ان العربيه مقفوله بكيرف نص دايره كده
في النهايه. فالواجهه الاماميه يعني شكلها ممتاز جدا، وشكل العربيه يعني ما يقولش ان هي عربيه صيني اطلاقا. العربيه كمان هنشوف باقي التفاصيل بتاعتها دلوقتي من الجنب بتاعها. تعالى ما نكمل بقى ونشوف الجنب بتاع العربيه والتفاصيل بتاعته. يلا بينا. هنشوف دلوقتي مع بعض جنب العربيه الشيري التيجون 7. اول حاجه طبعا بتميز العربيه هنا زي ما احنا متعودين هي الجنوط بتاعه العربيه. طبعا الجنوط هنا بتكون جايه جنوط سبور، جايه باللون الالومنيا اللي موجود معانا. هنشوف دلوقتي حجم الكفرات بتاعتها بتكون 17 بوصه 225 65 15 بوصه. يعني هنا البروفايل بتاع الكاوتش نفسه عالي، طبعا ده بيساعد كمان في ان العربيه تكون عاليه عن الارض. تقريبا الارتفاع بتاعها بيكون 21 سم، وهقول لك دلوقتي على ابعاد العربيه وطولها وعرضها. بس دلوقتي هنشوف المفتاح بتاع العربيه الاول عن قرب، عشان المفتاح صراحه هو سمارت كي اولا، وبرده شكله ممتاز جدا. هنشوفه دلوقتي عن قرب مع بعض، عشان احنا ما صورناش طبعا العربيه دي، عملنا لها ريفيو قبل كده. احنا كنا صورنا 2022 قبل كده، دي كانت في معرض، ولكن النهارده معانا عربيه جديده زيرو 2024. فهنشوف المفتاح عن قرب. طبعا زي ما حضرتك شايف معايا المفتاح الديزاين بتاعه شكله ممتاز جدا. عندك هنا اللوجو بتاع شيري، وهنا السنتر، وهنا زرار فتح الشنطه، وعندك فريم كده او حليه من النيكل كروم على المفتاح، ومن الظهر بتاعه مكتوب هنا كلمه شيري زي ما حضرتك شايف كده. شكل المفتاح مشرف جدا لما تكون مثلا ماسكه لوحده كده. هنشوف ابعاد العربيه دلوقتي مع بعض. طبعا العربيه من نقطه الصفر لنقطه الصفر 4 متر 505 بالظبط، وبالنسبه لعرض العربيه متر 87، وبالنسبه لارتفاع العربيه عن الارض متر 67. بالنسبه لقاعده العجلات بتاعه العربيه 2 متر 67. فقاعده العجلات بتاعتها كويسه جدا، قريبه تقريبا من النيسان السنترا اللي احنا كنا منزلينها امبارح. هي 2.7 بتاعت النيسان السنترا، وهنا 2.67. فهتلاقي برضو مساحه الجلوس بتاعتها محترمه قوي. طبعا العربيه دي تختلف لانها اس يو في، فاوريدي لازم يكون مساحه الجلوس بتاعتها واسعه زي ما احنا عارفين. بالنسبه بقى للتفاصيل اللي موجوده في العربيه، طبعا احنا قلنا الجنوط بتاعتها بتكون بالكامل ما شاء الله بتكون جنوط سبور، وقلت لك على الابعاد بتاعت الكاوتش بتاعتها. عندنا كمان هنا في كليس انتري او البصمه الخارجيه اللي موجوده معانا، وشفنا المفتاح السمارت. كمان العربيه بتكون فيها مرايات ضم. احنا شفنا لما كمان العربيه بتقفل المرايات اوريدي بتقفل لوحدها وبتفتح مع فتحه الباب. المرايات بالمناسبه كمان بتكون زي ما قلنا ان هي مرايات ضم وضبط كهرباء، بس ما بيكونش فيها اشارات في المرايه. هم ما تعرفش ايه الفكره عندهم في الاشاره اللي هنا دي، هي كل شركه بقى، وطبعا دي اذواق في الاخر. فهم سايبين الاشاره موجوده هنا، والاشاره كمان شكلها ممتاز جدا، يعني جايه على شكل مثلث كده من النهايه بتاعتها، وبرده جايه بكيرف منحني لبره كده، شكلها ممتاز جدا صراحه. وكمان فيها حليه من النيكل كروم مديه لمسه جماليه في العربيه. كمان عندك برضو الدعمات اللي بتكون موجوده بالكامل من الفبر البلاستيك اللي بتكون حوالين العربيه كلها. طبعا دي احنا عارفين عشان خاطر التجاريح والحاجات دي، فدي بتكون اقرب للارض، فدي اول حاجه بتتعرض، فبيعملها لك من البلاستيك عشان تكون سهله التغيير، تكون بعيده عن بهيه العربيه لا قدر الله والصاج والحاجات دي. ودي طبعا وارد ان العربيه تتخبط والكلام ده. عندك كمان برضو هنا بالمناسبه في جنب العربيه في الراكات اللي موجوده على السقف هنا، شكلها ممتاز جدا. اجمل كمان في الشكل من السبورتاج والتوسان انا شايف هنا، والخامات كمان بتاعتها ممتازه قوي، جايه بشكل جايه بخامه من النيكل كروم من الاعلى، وفي المنتصف هنا بلاستيك، ولكن الملمس بتاعه كويس جدا. يعني هو مش احسن حاجه، مش سوفت، ولكن ملمسه كويس. عندك برضو الزجاج الملون الخلفي، حجم الباب الخلفي زي ما انت شايف، وفتحه الباب برضو واسعه جدا، يعني وانت داخل مش هتتعب. وهنشوفها كمان شويه مع بعض. طبعا عندنا السبايلر اللي موجود هنا على الشنطه، وده طبعا هنشوفه كمان شويه واحنا بنبص على ظهر العربيه. اعتقد ان احنا ما سيبناش حاجه كده في جنب العربيه اطلاقا غير لما وصفناها وشرحناها. تعال اما نشوف بقى الظهر بتاع العربيه مع بعض ونشوف التفاصيل بتاعته، لان برضو ظهر العربيه صراحه شكله ممتاز جدا. طيب تعالى دلوقتي اما نشوف بقى الشنطه او ظهر العربيه بمعنى اصح بالكامل، ونشوف الديزاين برضو اللي موجود فيه. عندك هنا اول حاجه الفانوس طبعا اللي شكله ملفت جدا في العربيه ده، وكمان بيجي عندك هنا بليدات زي ما حضرتك شايف معايا، وبرضو هصور لك الفانوس عن قرب
وهتشوف كل التفاصيل اللي موجوده فيه زي ما حضرتك شايف معايا. طبعا عندنا هنا كمان اللي بتميز ظهر الشنطه الانحناءات الكتيره اللي موجوده فيها، وده طبعا بيدي شكل جرأة شويه للعربيه. طبعا الحديه كلها بتدي جرأة للعربيه. طبعا عندك هنا ادي واحد ده داخل لجوه، 2 3 4 5، وعندك الاكسدام برضو اللي شكله ممتاز جدا. هو تحسه عامل زي بتاع عربيات النقل كده شويه، ولكن هو ماشي مع الشكل الهجومي للعربيه. وطبعا احسن حاجه هنا عاملينها فيه ان هو بارز شويه عن ظهر العربيه، يعني يعتبر هو اعلى نقطه تقريبا في العربيه. ولما يكون الاكسدام هو اول حاجه بتتخبط فده بيكون عادي طبيعي، لكن اهم حاجه تبعد عن صاج العربيه نفسه، لان الاكسدامات اصلا بتكون كلها من الفبر، فاوريدي لو اتخدشت او كده مش هتزعل العربيه زي ما كلنا عارفين. طبعا عندك هنا السبايلر اللي على الشنطه ده بيكون برضو من الفبر، ولكن شكله جميل جدا. والاضاءه بتاعته اللي هي بتاعه الفرامل هنا اكبر اضاءه موجوده يعتبر في العربيات الاس يو في، فدي حاجه ممتازه جدا. طبعا عندك الزجاج الخلفي بيكون ملون زي ما حضرتك شايف معايا، وعندك برضو بتكون مزوده بمساحه خلفيه. واللوجو طبعا بتاع الشيري اللي بيكون موجود في منتصف اعلى الشنطه. عندنا الشنطه طبعا بتتفتح هنا يدوي، وهنشوف دلوقتي المساحه بتاعتها 414 لتر. هي المساحه بتاعتها طبعا كويسه، يعني يعتبر متوسطه، مش افضل حاجه ولا ان هي وحشه. وطبعا هنا عندك امكانيه ان انت بتطوي الكراسي، فبتوصل المساحه معاك لحوالي 950 او 1000 لتر. دي حاجه طبعا ممتازه. عندك هنا الكفر اللي بيفصل بين الراكب وبين الشنطه. طبعا هنا عندك السبير بتاع العربيه بيكون جنط عادي حديد، وبيكون الفرده اللي هي الصغيره، ما بيكونش جنط سبور ولا بيكون حتى جنط عادي والفرده العريضه، بيكون جنط اللي هو الصغير جدا التقليدي اللي بينزل في كل العربيات. ده بشكل عام كده الظهر بتاع العربيه. تعال اما نشوف بقى الانتيريور بتاع العربيه. الديزاين صراحه في الكراسي بتاعه العربيه ممتاز جدا. كمان نسيت اقول لك ان حجم خزان الوقود او سعه خزان الوقود 57 لتر. كمان العربيه دي فيها عفشه اماميه بتكون ماكفيرسون، وبالنسبه للخلفي بتكون مالتي لينك. تعال اما نشوف بقى الانتيريور بتاع العربيه، يلا بينا. طبعا بالنسبه للتفاصيل اللي موجوده في الباب الخلفي زي ما حضرتك شايف معايا كده، الديزاين بشكل عام بتاع الباب شكله ممتاز جدا. اول حاجه طبعا بالنسبه للخامات هنا بيكون من البلاستيك، ودي بتكون جلد وملمسها سوفت جدا، وفيها تطريز هنا مدي شكل جمالي جدا في العربيه. برضو هنا في تطريز كده على الكيرف او الزاويه اللي موجوده هنا، دي مديه شكل جمالي برضو. وهنا دي عندك حته كده من الفبر، ولكن بيديك ايحاء ان هي نيكل كروم او زي الابانوس كده. هنا برضو عندك الاوكرا شكلها ممتاز جدا، وجايه بالشكل اللي هو المستطيلي، واخد شبه منحرف كده من النهايه او مثلث. الباب بشكل عام، وفي هنا كمان مساحه تخزين، وطبعا السماعه ونظام النظام الصوتي او الساوند سيستم هنا من شركه تيجو. فدي حاجه كويسه ان العربيه اصلا هي اللي بتعمل الصوتيات بتاعتها، فاكيد طبعا هتديك كفاءه كويسه لما نشوف كده الانتيريور الداخلي. طبعا العربيه بتكون بالكامل فرش من الجلد، بس انا يعني بص الدنيا هنا كلها متكيسه. ممكن اشيل لك مثلا الكيس بتاع الفرش الامامي ده اسهل شويه. انا صراحه ما بحبش ان انا ابوظ الحاجات دي، عشان في ناس بتحب بنفسها ان هي تشيل الاكياس دي، ولكن الاكياس هنا سهله شويه. العربيه طبعا فيها ارباجات كراسي زي ما حضرتك شايف معايا، وبرضه اهي وهوريها لك برضه عن قرب. والكراسي هنا جايه بشكل ممتاز جدا، والديزاين الخلفي بتاعها هو مش واخد كيرف عالي، ولكن هنا واخد مساحه كده للدرج دي ممكن تستغلها، واصلا انت مش هتحتاجها لان في مساحه كويسه جدا. والكرسي ده راجع، يعني انا لما ببقى قاعد عليه في وضعيه السواقه دلوقتي انا طولي تقريبا 175 او 177 سم، فيعني المتوسط او الطبيعي. ففي مساحه حلوه هنا حوالي مثلا ممكن نقول 10 سم او اكتر شويه، مساحه كويسه يعني تبقى قاعد مرتاح. وكمان عندك هنا الارض بتكون يعني شبه فلات،
حوالي 2 سنتي بس في الارضيه، فولا حاجه يعني ممكن 3 اشخاص يقعدوا مرتاحين. وكمان القعده هنا ممتازه جدا وقعده مريحه. عندنا برضو هنا في مكان كاب هولدر ومسند وسطي، وفي عندك 3 مساند للراس هوريهم لك دلوقتي طبعا عن قرب زي ما حضرتك شايف معايا. وفي كمان عندك هنا فتحات المكيف جايه بشكل ممتاز جدا، وفي درج كده في الاسفل، وفي مكان 2 للشاحن. عندنا طبعا هنا بالنسبه للباب الامامي زي ما حضرتك شايف هو نفس الباب الخلفي بالظبط، ولكن بيزيد على الباب الامامي هنا الزراير بتاع الازاز بالكامل، وعندك السنتر لوك فقط. طبعا الساوند سيستم احنا اتكلمنا عليه، وهنا هتلاقي مساحات التخزين اكبر شويه لان الباب هنا بتكون المساحه بتاعته كبيره. طبعا هنا في مقبض ان انت تشد منه الباب، ونفس التطريز ونفس كل حاجه. سامحني لو انا مش باين معاك شويه. اما بقى بالنسبه للمرايات بتاعه العربيه والضبط بتاعها بيكون موجود هنا في المكان ده تحت فتحه التكييف اللي بتكون جايه بشكل والديزاين محترم جدا. بتكون هنا موجوده من الجلد، الفريم بتاعها موجود من الجلد، وتحته فريم تاني من البيانو بلاك. وهنا فتحات المكيف وجايه بتريبل الوان، 2 جايين على شكل النيكل كروم، والمنتصف بتكون من اللون الاسود. فهنا برضو التفاصيل محترمه جدا ومهتمين بحاجات طفيفه قوي. وعندك برضو التطريز اللي موجود هنا في الزاويه دي جاي كده بلون اوف وايت، شكله جميل جدا. وفي فتحات برضو هنا مديه شكل جمالي للتابلو. خامات التابلو هنا محترمه قوي، هي خامات مش بلاستيك، هي سوفت جدا، وتحس كده ان هي عامله زي الاسفنج الناشف، ولكن ملمسها جميل جدا. ودي حاجه كويسه اما تكون في العربيه دي، فهم مهتمين بكل التفاصيل والتفاصيل الصغيره جدا. هنرجع بقى هنا لان انا كنت بقول لك اول حاجه هنبص عليها هو ضبط المرايات. طبعا الحاجات دي كلنا عارفينها. هنا طبعا زي ما حضرتك شايف معايا هتلاقي الضم بتاع المرايه، جنبه هنا بقى الزرار بتاع التراكشن كنترول. وهنروح بقى دلوقتي لشاشة العربية. طبعا اول حاجة زي ما قلت لك ان كراسي العربية بالكامل من الجلد، ولكن بتكون كراسي عادية مش كهرباء. وطبعا دي التفاصيل بتاعت فتحات المكيف اللي انا لسه شارحها لك من شوية. وده مكان ضبط المرايات وضم وزرار التراكشن كنترول. عندنا هنا برضو الطارة المالتي فانكشن بالكامل زي ما حضرتك شايف معايا كده ما شاء الله. وعندنا برضو هنا تابلو او الشاشة كمبيوتر الرحلات زي ما بيقولوا في ترحيب. وعندنا كمان على اليسار عداد السرعة، وعلى اليمين عداد الار بي ام. وعندك كمان هنا البنزين والحرارة موجودين في الاسفل للعربية. هنا الفتيس بتاعها بيكون من النوع دي سي تي، بيكون 6 سرعات. وعندنا كمان العربية فيها نظام الايكو، فدي حاجة برضو ممتازة جدا. عندنا طبعا هنا في المنتصف الشاشة بتاعت العربية، وحوالين منها الفتحات المكيف اللي جايه بشكل وتنسيق جميل جدا. ولكن هنا الفريم بتاعها بيكون من البلاستيك، والفريم بتاع الشاشه بيكون من البيانو بلاك، شكله ممتاز جدا. في عندك هنا برضو حته من الجلد ممتده معانا لنهايه المكيف، وبرضو من الناحيه التانيه بدأ معانا من اول فتحه المكيف اللي على اليسار. دي حاجة شكلها ممتاز جدا. وعندك طبعا هنا زراير التحكم في الشاشة، وهنا ده زرار الانتظار. طبعا الشاشة لسه ما اتفعلتش، فاحنا مش حابين نلعب فيها عشان العميل نفسه هو اللي يشغلها بنفسه. لكن طبعا هي فيها الكاميرا، وفيها برضو الابل كار بلاي والاندرويد اوتو. تعال اما نشوف بقى تحت. هنا عندك مكيف العربية بيكون تكييف تقليدي جدا الطبيعي زي ما احنا عارفين. عندك برضو هنا في حاجة كده على شكل الابانوس محترمة جدا، واخدة الكونسول الوسطي بالكامل. عندنا طبعا هنا في مساحة تخزين او تقدر تحط فيها مثلا المفتاح بتاعك زي ما احنا شايفين كده. عندنا هنا زرار فصل الحساسات اهو موجود معانا. وعندنا هنا الثبات عند المنحدرات. عندك برضو البصمة بتاعة العربية او زرار الستارت ستوب انجن.
عندنا طبعا الفتيس بتاع العربية ما شاء الله، وعندنا طبعا هنا الفرامل الكهرباء زي ما انت شايف معايا. عندنا طبعا هنا الكاب هولدر وبيكون محمي بالدرج اللي احنا شايفينه ده، جاي بديزاين جميل جدا. عندك طبعا العربية زي ما قلت لك فيها اير باج، وفيها اير باجات في الكراسي كمان، فدي حاجة ما شاء الله. تعالى ما نشوف بقى. عندنا هنا كمان في السقف بتاع العربية عندك هنا جراب للنضارة، وعندنا طبعا الفتحة البانوراما هنفتحها دلوقتي مع بعض. وعندك طبعا هنا الشماسة وتكون مزودة بمراية ولكن ما فيهاش إضاءة. طبعا الستارة الداخلية بتفتح، وادي عندنا الفتحة رفعت زي ما احنا شايفين دلوقتي مع بعض ما شاء الله. الفتحة فتحت معانا بالكامل. طبعا هي بشكل بكرة كده، هوريها لك برضو دلوقتي كده. الفتحة قفلت معانا. عندنا طبعا ادي البكرة اللي بيتحكم فيها من فتح وقفل فتحة السقف. وهنا اخر حاجة معانا هو الكونسول اللي جنب السائق، وده بيفتح كده وبيكون فيه مساحة تخزين صغيرة، وبيكون فيه وصلة USB للشاحن وولاعة، وبرضو الملمس بتاعه بيكون سوفت جدا. بكده نكون انتهينا من الحلقه بتاعت النهارده، واعتقد ان احنا ما سيبناش ولا جزء في العربيه ما اتكلمناش عليه، من ابعاد وموتور وعفشه ومساحات وكل حاجه في العربيه ما سيبناهاش. ان شاء الله الريفيو بتاعنا يعجبكم، وان شاء الله نتمنى منكم ان انتوا تدعمونا بلايك جميل من ايديكم الحلوه، واشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش معانا، عشان تدعمنا ان احنا نستمر ونجيب لك عربيات افضل كل مره ان شاء الله. بالمناسبه حابب افكرك برضو ان العربيه دي عليها اوفر حلو قوي، عليها 25,000 جنيه من سعر الوكيل. يعني العربيه عامله 1,025,000، في المعرض هنا عامله 1,000,000 جنيه بس. كده نكون انتهينا من الحلقه بتاعت النهارده. كان معكم اخوكم محمد عثمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.